أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. أنا النهاردة مبسوطة جدا بالفيديو، متحمسة جدا لأن الفيديو سهل وبسيط وجميل، والكحك جميل قوي وشكله حلو قوي. وكمان الفيديو بيرجعنا لزمان وأيام زمان وحلاوة زمان. يلا بينا نبتدي الفيديو. عندي كل المكونات دي هنلاقيها في الكابشن. في بان على النار هنحط سمنة وعليها الدقيق، هنقلبهم كويس قوي مع بعض وهننزل عليهم بالسمسم والعسل. هنقلبهم برضو كويس قوي وننزل عليهم بعين الجمل المجروش وهنقلبهم على نار هادية. بعد كده هنفضيهم في بولة وهنركنهم على جنب ونسيبهم يبردوا. عندي حشوة الملبن، عندي ملبن هننزل عليه بسمسم وسوداني مجروش، هنقلبهم كده بإيدينا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده أو بالشوكة. هنجيب كاتن بورد شوية صغيرين جدا من النشا وهنفرد الملبن بشكل طولي بالشكل ده، وهنجيب سكينة وهنقطع الملبن قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهننقلهم في طبق وهنركن كل الكلام الحلو ده على جنب. بعد كده في بان على النار هنحط السمنة وهنسيب السمنة تسخن مش تتقدح، وعندي معلقة من الخميرة هنحطها على اللبن والمية ونغطيهم ونسيبهم على جنب. هنا عندي كيلو من الدقيق هننزل عليه بالسمسم، وهننزل عليه بتوابل الكحك والسكر البودر ورشة صغيرة جدا من الملح. هنقلب كل ده مع بعضه كويس قوي. بعد كده هنجيب السمنة هننزل بيها على الدقيق، ولازم تكون السمنة سخنة. هنقلب بمعلقة خشب، وأول ما الخليط يبدأ إن هو يبرد معانا هنبدأ نبست الكحك بإيدينا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. أهم حاجة إن احنا نبست الكحك مش نعجنه، هنبدأ نبست الكحك بين إيدينا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وأول ما نتأكد إن خليط الدقيق امتزج بالسمنة كويس قوي، هنجيب خليط اللبن والمية وهننزل بيه على الكحك كله مرة واحدة، وهنبدأ بقى نلم العجينة بإيدينا زي ما انتوا شايفين كده. نجيب حتة عجينة دلوقتي ونختبرها ونفردها. لو العجينة شققت من الجناب يبقى الكحك محتاج سوائل، لو العجينة طلعت مستوية أو متسوية زي اللي انتوا شايفينها كده يبقى الكحك مش محتاج سوائل. وعامة أنا متأكدة من نسبة السوائل اللي أنا حطيتها في الكحك لأن جربت الكحك ده كذا مرة. هنبدأ ناخد بقى قطعة كده ونحط جواها ملبن ونقفل عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وهنكورها بين ايدينا شايفين بطريقة كده خفيفة وبسيطة. هنبدأ نحط أول واحدة في الصينية، هناخد واحدة كمان زي ما انتوا شايفين، وهنحط بقى واحدة كمان من الملبن أو العجمية زي ما انتوا حابين، أو ممكن تحشوا أي حشوة انتوا تكونوا حابينها. هنقفل عليه كده بالشكل ده وهنكوره تكويرة خفيفة ونحطه في الصينية. أهم حاجة تتأكدوا إن انتوا سايبين مسافة بين كل واحدة والتانية، وأهم حاجة برضو في الخطوة دي تتأكدوا إن انتوا عملتوا الكحك كله مقاس واحد علشان يستوي تسوية واحدة. هنجيب بقى بصمة الكحك وهنبدأ بقى نشكل بيها الكحك بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ يا جماله يا جماله، بجد جميل جدا. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 160 ياخد لون من تحت في الرف اللي في النص، وأول ما يبدأ ياخد لون من تحت هنطفي عليه ونشغل الشواية من فوق ياخد لون خفيف قوي من فوق. هنطلعه بقى وهو سخن كده، هنرشه بقى بسكر بودر. الله الله بجد تحفة. وهنجيب بقى طبق التقديم بتاع العيد اللي احنا كلنا بنحبه ده، وهنبدأ بقى نرص وحدات الكحك زي ما انتوا شايفين كده. قدموه بقى لاصحابكم لضيوفكم، قدموه بقى بجد هيبهركم، بجد هيبهركم. وبألف هنا وشفا على قلوبكم.